احنا في شركه اس اس بنشرح كورس اللايت كارنت سيستمز، بنشرح تقريبا 20 سيستمز لايت كارنت زي الفاير الارم والكاميرات والاكسس كنترول وهكذا. عندنا ده مثلا سيستم من اهم السيستم، سيستم الفاير الارم اللي ده لايف سيفتي. تمام. شرحنا قبل كده مكونات السيستم، الكنترول بانل والديتكتورز والموديولز والبول ستيشنز والسراير والفلاشر والكلام ده. هنتكلم على جزئيه مهمه، جزئيه التركيب او البرمجه او الادريسنج في السيستم ده. بالنسبه للادريسنج، احنا الادريسنج في سيستم فاير الارم ممكن نعمله باكثر من طريقه. انا ممكن اعمل البرمجه بتاعتي الادريسنج من الكنترول بانل نفسها، ممكن اعملها من خلال اللابتوب، وده طبعا الاكثر بيبقى في المشاريع. تمام. بيبقى بروفيشنال اكتر. ممكن اعملها من خلال الهاند هيلد بروجرامر زي ده. حضرتك بتجيب الديتكتور، تمام، بتحطه على الهاند هيلد ده، وادي ادرس من هنا ويختار رقم وادوس اوكي، ياخد الايه الادرس بتاعه. وممكن اوبشن رابع ده مش موجود في ماركات كتير زي الريموت ده، الاي ار تول، ان انا بعمل ايه من خلال الريموت ده. انا ممكن اقرا الديفايس، اعرف نوع الديفايس ده ايه، اعرف الادرس بتاعه، اعرف اخر مره اتعمل له صيانه امتى، اعرف السنسيتيفيتي بتاع الديتكتور، اعرف مثلا في نسبه تراب قد ايه فمحتاج يتنظف، عايز اديله ادرس لان المدى بتاعه 9 متر وزي ما احنا عارفين السموك ديتكتور اخره 7 متر 8 متر 9 متر. بعد كده بتعمل ايه؟ بنركب بيم ديتكتور. تمام. فده ميزته ان على مسافه 9 متر مش محتاج بقى مثلا تجيب سلم وتطلع فوق السلم وتفك الديتكتور وتحطه، لا ده من ما انا في مكاني بعمل سيلكت للديتكتور واعمل رايت ادرس او ريد زي ما انا عايز، اديله الادرس اللي انا عايزه. وطبعا بعد ما بنخلص بنعمل ليرن اول في الكنترول بانل عشان تقرا الايه البرمجه دي كلها اللي انا عملتها. وطبعا برضو كمان بقى بنشرح اللوحه من جوه، بنشوف بقى عندنا الروزيتات بتاعه اللوبه بتاعتنا، الروزيتات بتاعه دايره الاجراس، الاوكسيلري باور، الاون بورد ريلي. عندنا بقى مثلا بورتات ثانيه لو انا هركب كود زياده زي الايثرنت موديول، النتورك موديول، سبلمنتال لوك موديول، السبلمنتال باور سبلاي. فده الكلام ده كله بقى بنشرحه في الكورس بالتفصيل. بنشرح البرمجه بنعملها ازاي من الكنترول بانل، نعمل برمجه ازاي من اللابتوب، ده كله بنشرحه في التفصيل في الكورس بتاعنا. شكرا.